اهلا بيكم في مطبخ فراولة. الشتا داخل وبنحتاج حاجة حلوة تدفينا وفي نفس الوقت تكون مغذية وصحية وكمان اقتصادية. البطاطا بالكاسترد والحليب اختراع طعمه رهيب 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 يا جماعة. الناس القريبة مني عارفين ان مش بقول على اي وصفة حلوة الا اذا كانت فعلا تستاهل. بجد وصفة بترجعنا لطعم وريحة زمان وايام الطفولة. يلا بينا نعمل الطبق الشتوي المبهر ده. بس اذا كنت اول مرة تشوفين اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معانا هنا كيلو من البطاطا وانا غسلته كويس جدا. هنا بقى ليكي حرية الاختيار، تشتري البيضة او تشتري الصفرة براحتك جدا. انا بحب دايما او بفضل البيضة. جبت الكيلو وغسلته كويس وهقشره كله وبعدين هعمله حلقات. هقطعه بقى حلقات زي ما احنا شايفين كده، دواير او حلقات. زي ما قلتلك ليكي حرية الاختيار، بتاخديها بيضة بتستخدميها بيضة، بتستخدميها صفرة، مفيش مشكلة خالص. انا مؤخرا اكتشفت ان البيضه دي اكتشاف بصراحه في الطعم كمان حتى في الشوي. تمام كده، هجيب حله بقى واحط فيها البطاطا بتاعتي ومعلقه من القرفه ونص كوبايه من السكر العادي، ومعلقه صغيره من الفانيليا بتطعمها جدا، وقالب او معلقه كبيره من الزبده، وثلاث كوبايات زي ما احنا شايفين كده من الميه. وهنعمل ايه بقى؟ هنغطي بقى كل الكلام ده ونحطه على النار، على نار هاديه. نسيبها بقى تستوي خالص، انا عايزاها مستوية خالص خالص. عقبال بقى ما تستوي هنكون احنا بقى بنعمل الكاسترد بتاعنا. الكاسترد بتاعنا هنجيب حلة صغيرة، هحط فيها كيلو من الحليب كامل الدسم. يعني هو انا جايبه كيلو حليب بخيره، بالقشطة بتاعته بكامل الدسم. تمام. نزلت بيه في الحلة بتاعتي الصغيرة، وهجيب 3 معالق ونص من بودرة الكاسترد. ونوع الكاسترد اي نوع انت بتستخدميه او بتفضليه مفيش اي مشاكل منه. انا ده عشان عندي برطمان كبير، لكن انت ممكن تشتري اكياس صغيره مفيش مشكله. المتاحه عندك 3 معالق ونص. حطيت 3 معالق ونص على الحليب وهو ساقع. هدوبه كويس جدا جدا لغايه ما كل التكتلات دي تختفي. ما احطوش على النار وهو فيه تكتلات. احطه بقى، ارفعه على النار وعلى نار هاديه جدا لغايه ما يتماسك معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام كده، هطفي عليه واسيبه يبرد. تعالوا بقى نشوف البطاطا وصلت لفين. اتهرت خالص معايا، وزي ما احنا شايفين كده ريحتها رهيبة وجميلة جدا جدا. هنزل بقى بهرسة البطاطس عليها. على فكرة انا كان ينفع اعملها بالهاند بلندر او بالكبة او بالخلاط، لكن انا حابة اسيبها حبيبات. يعني انا حابة يبقى فيه تكتلات كده فيها علشان تحسسك بطعم البطاطا. في التست الاخير كده بتحسي بطعم نكهة البطاطا. هنزل بقى هنا بالكاسترد بتاعي واقلب كويس جدا. انا مش حابه ابدا ان انا اعملها في الخلاط زي ما قلت علشان احس بنكهه البطاطا فعلا في الوصفه. عايزه اوريكم من التكتلات، شايفين الكتل دي؟ البطاطا لسه مش مهروسه كويس، انا حباها كده علشان تحس بطعم البطاطا كويس. الخليط وريحته قلبت البيت حرفيا. هجيب بقى صينيه البسبوسه، اكبر حجم في الطقم بتاع صواني البسبوسه، تقريبا مقاس 30. هدهنها بقى بزبده او سمنه بلدي. هديها دهنه كده وبعدين هنزل بالخليط بتاعي في الصينيه دي. تمام كده، هديها خبطتين كده وادخلها تحت الشوايه بقى، تاخد لون محترم تحت الشوايه. وتخلي الشوايه على نار عاليه، تعليها خالص، بتطلع بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حابين تاكلوها دافيه اول ما تبرد كلوها دافيه. حابين تاكلوها في التلاجة يبقى بعد ما تبرد دخليها التلاجة وتطلعها تاكليها. انا في العموم الحاجات المسكره بحب اكلها ساقعه او بارده لكن مش سخنه. لكن الوصفه دي بالذات عايزه اقول لكم ان الافضل ليها تاكلوها دافيه، هتحسوا بطعمها كويس. اول ما طلعت دهنت الوش بمعلقه سمنه بلدي، ومش عايزه اقول لكم بقى على ريحتها وطعمها. يعني حرفيا كان البيت مقلوب من ريحتها، حاجه كده صحيه وبتدفي في الشتاء. ممكن ياكلوها اولادك وهم بيذاكروا، بتعمليها لضيوفك، بتتجمع حواليها العيله. بجد يعني وصفة رائعة رائعة. ده غير ان البطاطا ليها قيمة غذائية عالية، بتحتوي على الياف للناس اللي بتحب الاكل الصحي. ده غير التوليفة ما بين الحليب والكاسترد والبطاطا، توليفة رائعة. انت بتاكلي بتستمتعي، بتاخدك طعم في بقك بحتة تانية خالص.
بجد كل معلقة باكلها كانت طعمها واو. انا مش بقول على حاجة وبس يا جماعة، جربوها ومش هتندموا ابدا، هتجربوها هتدمنوها طول الشتاء. بجد وصفة دافية، لو جربتوها هتعشقوها وهتعملوها طول الشتاء، لأنها فعلا من الوصفات اللي بتجمع العيلة حواليها. أشجعكم جدا تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في كومنتات، دي حاجة بتسعدني وبتبسطني وتشجعني إني أكمل. انتظروني في وصفات أحلى وأحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.